السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. سؤال مهم اتسأل لي، هي الفراخ بتاخد هرمونات؟ فالسؤال ده ناس كتير قوي تقول لك الفراخ بتاخد هرمونات. لا يا جماعة، الكلام ده غلط. الفراخ بتاخد حقن لقاح او حقن تحصين، لكن ما بتاخدش هرمونات. ليه بقى؟ لأسباب كتير قوي. اولا، مستحيل الفراخ تاخد هرمون، لان الهرمون سعره غالي قوي. سعر الجرام الواحد منه، من ارخص نوع من انواع الهرمونات، ب20 دولار. 20 دولار يعني مش 20 جنيه، لا، ب20 دولار. فالفراخ بتكبر بسرعه في 40 يوم، اللي هي الفراخ البيضه. ما بنتكلمش دلوقتي على البلدي، بنتكلم على الفراخ البيضه. بتاخد 40 يوم علشان تاخدي وزن كويس. مش على عمر شهر زي ما احنا بنعمل، لا، في ناس بتسيبها لحد ال 40 يوم علشان تاخد وزن كويس. طيب الفرخه الواحده بتحتاج كام جرام في اليوم؟ بتحتاج جرامين في اليوم، يعني جرعتين. يعني 40 دولار في اليوم. لمدة كام يوم؟ لمدة 40 يوم. يعني بتصرف كام يا جماعة؟ 1600 دولار. 1600 دولار يعني 6000 ريال للفرخة الواحدة، علشان يبيعوا الفرخة الواحدة ب20 ريال. ده احنا بنحكم ده كده بالريال، ده كده بالريال وبالدولار. طب في المصري بقى يصرفوا كام؟ 83 ألف جنيه مصري في الفرخة الواحدة عشان يبيعوها ب200 جنيه. الكلام ده طبعا لا يعقل. طبعا عشان يصرفوا على الفرخة تكبر في 40 يوم أو في أقل من 40 يوم، يصرفوا على الفرخة الواحدة 83 ألف جنيه. ما كانش حد غلب لو معاهم 83 ألف جنيه مش هيفتحوا مشروع الفراخ أساسا. والفرخه بتتباع ب 200 جنيه، ده وسعرها غالي. لما بتبقى ارخص من كده بتبقى اقل من كده، بتبقى ب 150 واقل كمان. طبعا ما فيش منه الكلام ده، كل الكلام ده اشاعات وكلام خطأ جدا. يبقى الفراخ البيضة بتكبر في 40 يوم. ليه؟ مع ان الفراخ البلدي بتاخد من 3 شهور ل6 شهور على حسب نوعها. الفراخ البلدي الصافي بتاخد 6 شهور، والفراخ البلدي الهجين بتاخد 3 شهور. طيب لاسباب كتير قوي. ايه هي اول سبب؟ اول سبب ان في شركات كبيره، زي شركه روس وشركه كوب سترينز. دول بيجيبوا اللي هو شركه روس، دول اللي هو الفراخ الروس والكوب سترينز ده الفراخ الكاب اللي بنقعد نقول عليها. دول بيجيبوا الاف من الطيور وبيراقبوهم واحده واحده، وبيقيسوا فيهم سرعه النمو وتحويل الغذاء. بيشوفوا الفرخه اللي بتكبر بسرعه فين، والاكل اللي بياكلوه، وحجم الصدر في الفرخه بيبقى عامل ازاي. وده كله له علاقه بالجينات. يعني بعد كده من وسط الاف الفراخ اللي بيقعدوا يتابعوها ويراقبوها دول، بيطلعوا تقريبا 5% بس منهم للتكاثر. وده اسمه تطور صناعي، ملوش علاقه بالهرمونات. طيب تاني حاجه بيعملوها ايه؟ بيغذوا الفراخ بتاعت المزارع. طريقه التغذيه بتاعتهم بتفرق عن الفراخ البلدي. فراخ المزارع بياكلوا حاجه اسمها عليقه. طيب احنا سمعنا كلمة عليقة دي كتير، مش علف، اسمها عليقة. العليقة دي مخصوصة للتسمين. طب فيها ايه؟ فيها ذرة، الذرة دي للطاقة. وفيها فول صويا، ده مصدر بروتين عالي جدا. فيها كمان زيوت نباتية وفيتامينات ومعادن وكمان أحماض أمينية. ده كله بيسرع من النمو بتاع الفراخ. طيب الفراخ البلدي بتاكل بشكل عشوائي. الفراخ البلدي بتاكل حبوب وبتاكل بقايا طعام وبتاكل كمان حشرات. والحشرات كمان في مصر هي مصدر البروتين بالنسبة للفراخ. النكش اللي بتنكشه الفراخ في الأرض ده، هو ده اللي بيخليها تطلع الحشرات وتاكلها، وده مصدر بروتين مهم جدا بالنسبة للفراخ البلدي. طيب تالت سبب في ان هي ما بتاخدش هرمونات هي ايه يا جماعة؟ إدارة المزارع. إدارة المزارع بتفرق في النمو بتاع الفراخ. يعملوا حرارة مطلوبة، الحرارة اللازمة بيديها للفراخ. كمان بتكون معتدلة. الإضاءة كمان بتبقى محسوبة، والمية نظيفة باستمرار. يعني الموضوع بيجيبوا له ناس مخصوص يدرسوا الموضوع ده ويمشوا بيه بانتظام. كمان بيراقبوا استهلاك العلف يوميا بالنسبة لكل فرخة بتاكل ايه بانتظام برضو. طيب الفراخ البلدي بتتعرض للبرد وبالحر ومجهود حركة عالي، وكمان غذاء غير منتظم، غير الفراخ البيضة خالص. طيب الناس اللي تيجي تقول لك لا، انا وقفت الاكل الفراخ ووقفت اكل البيض وحسيت ان بطني ارتاحت بعد ما كنت طول الوقت حاسه بانتفاخ وتعبانه. طب ده سببه ايه؟ ده سببه قولون عصبي يا جماعه. اللي احنا لما بنيجي نطبخ الفراخ، يا بنعملها ستريبس، يا بنعملها كنتاكي، يا بنعملها محمره في الفرن، يا بنعملها صواني، يا اما اضعف الايمان بنسلقها. طيب في كل ده بنعمل ايه؟ بنحط توم وبصل وزيت وبهارات، وبنحط الحاجات دي كلها. والحاجات دي كلها بتهيج القولون. مرضى القولون اصلا عندهم صعوبه في الهضم، في هضم الدهون وفي هضم حاجات كتير.
وزي ما في ناس عندها كده عدم تحمل لنوع بروتينات معينه، ما بتقدرش تاكل بروتينات، في ناس نباتيه ما بتقدرش تاكل لحمه اصلا. زي مثلا الناس اللي بتاكل خضار بيجي لها انتفاخ، لان القولون عندها بيهيج بسبب ايه؟ ان اكلت جرجير، الجرجير بيهيج القولون. فده ملوش علاقه. العلاقه ان انت ما بتاكلي فراخ بتاكلي معاها بهارات، بتاكلي توم وبصل وبتاكلي زيوت وبتاكلي الحاجات دي، فالقولون عندك بيتنفخ، فبطنك لما بتوقفي الحاجات دي بترتاح. ملهاش علاقه بان الفراخ فيها هرمونات او ما فيهاش هرمونات. لكن لو انت عايزه تاكلي فراخ كليها تمام، مش بتتعبك كليها. لكن لو انت شايفه ان هي بتضرك ومش عايزه تاكليها ما تاكليهاش. الموضوع بسيط خالص كده. انا قلت لكم الاسباب اللي تخلينا متاكدين ان الفراخ ما بتاخدش هرمونات. وطبعا انا بحثت في الموضوع ده بقالي فتره ببحث فيه، لان انا كمان من ضمن الناس اللي كنت مقتنعه تماما ان الفراخ بتاخد هرمونات، والفرخه اللي انا بشتريها من بره محقونه هرمونات. لا يا جماعه، هي مش بتبقى محقونه هرمونات ولا اي حاجه. هو الاسباب اللي انا قلتها لكم ديت هي الاسباب. ان الفراخ بتاخد حبوب لقاح، بتاخد تحصين، لكن ما بتاخدش هرمونات. وطريقه التربيه هي بتختلف من مكان لمكان. فانا حبيت ان انا اديكم فكره عن الموضوع ده. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم وتكونوا استفدتم منه. ويا رب يا جماعه لو استفدتم لايك، ما تنسوش اللايك يا جماعه. اللايك اهم حاجه في مشاهده الفيديو، ده اللي بيرفع الفيديو. واللايك ده اللي كمان هيخليه كل الفيديوهات اللي انا بنزلها تتابعوها اول باول وتشاهدوها اول باول. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ودمتم بالف خير.